يعطيكم ألف عافية وألف تحية للشعب السوري الحر وألف تحية للثورة السورية وألف مبروك للشعب السوري وللشعب اللبناني. نحن خلصنا من طاغية ابن حرام ابن أنيسة. بس أنا اللي ما عم بفهمه كيف في ناس بعدها مصدومة إنه كيف نحن كلبنانية مبسوطين بسقوط بشار وخاصة نحن كمسيحية. ولهذا النظام من 40-50 سنة هو عم بيظلم فينا. هذا النظام مبكى آلاف الأمات، هذا النظام ميتم آلاف الأطفال، آلاف اللبنانية المسيحية، آلاف. هذا النظام مغتلنا رؤساء جمهورية، رؤساء حكومة، نواب، وزراء، خارب البلد، مفجر كنايس، مفجر مساجد، مش مخلى شيء. مشاكل كل لبنان من وراء هذا النظام، أقل شيء ننبسط فيه وقت بيروح. ويا رب يا رب يشوفوا اولاده عم بصير فيهم مثل ما هو عمل باولاد العالم. ولك مين ما اجى احسن منه؟ مستحيل يجي اسوء منه. انتوا شفتوا شو عامل باولاد بلده، باولاد دمه، باولاد طائفته بسوريا؟ شفتوهم بالسجن؟ ولك شفتوهم 30-40 سنه مكبوبين بالسجن مثل المشايات، ما بيشبهوا كل شيء للبشر هالمعترين بقلب السجن. ولك شفتوا هالنسوان، سجن النسوان طالعين منه شي حبالة، شي معهم اولاد بقلب السجن، ولكن محبلينهم، مخليهم يخلفوا بقلب السجن وساجنينهم اطفالهم بالحبس. ولك يا الله باي مركع، باي دين، ولك باي طائفه، باي عقل بني ادم حدا في يعمل هيك؟ شو هالعقل الاجرامي هيدا؟ ولك قاتل فوق ال 200-300 الف شاب سوري هونيك بس كرمال يضلوا على الكرسي. ولك يا راد بيقلبوه بيقعدوه على اجريها اجر اجر. بدكن يانا ما ننبسط لانه فل ابن الحرام 40-50 سنة ظلم فينا؟ ولهلا شي نعمله ننبسط فيه؟ هلا واجبنا نحن كلبنانية نسكر كل مكاتب حزب البعث السوري والحزب القومي السوري. وانا رح اشتغل على الموضوع من الليله، جمع شوف في الشباب وشوف وين المراكز وبدنا نسكرهم. يا الدولة تسكرهم يا نحن رح نسكرهم، اذا مش بالمنيح بالعاطل، والباقيش بذكر تاني. يعطيكم الف عافيه.